لا 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 لا، عيب تبقوا متابعينا ولسه بتعملوا سبوتات في السقف. تعالوا نقول لكم ايه الجديد. ده مش منتج في اليابان، الحاجات دي كلها موجودة عندنا. تعالوا نقول لكم ازاي تركبوها وتأسسوا لها من البداية، وكمان لو مخلصين البيت ازاي تضيفوها هيبقى شكلها عامل ازاي في الاخر. طريقة الإضاءة دي بتتكون من كذا حاجة. أول حاجة الماجنتيك تراك، وده في منه كذا نوع على حسب احنا في أنهي مرحلة. أول نوع فيهم هو الريسيسد تراك، وده بيبقى مدفون في السقف، وده بتاع الجبس هو اللي بيأسس له عشان لازم يعمل حسابه وهو بيعمل الجبس، وده بينفع نعمله لو احنا لسه في مرحلة التشطيب في الأول خالص. تاني نوع اسمه تريمليس تراك، وده بيتعمل بعد الجبسون بورد، يعني بيتبان الطرف بتاعه من الجبسون بورد كأنه تحتيه، ما بيتعملهوش جروف في السقف. وده أصلا ميزته ان احنا لو ما عندناش فالس سيلينج أو جبسون بورد في السقف واحنا عايزين نستبدل النجف والاضاءه التقليديه بتراك لايت، فممكن جدا نعمل ده تحت السقف عادي جدا في المخارج بتاعه الكهرباء بتاعتنا. وده بيحل مشكله كبيره قوي الناس اللي ما عندهاش فولس سيلينج فما بتعرفش توزع سبوتس، فهو ده اللي هيحل لكم الموضوع ده، وهيخليكم تحطوا من خلاله ليفلز في الاضاءه زي الاكسنت لايت والجنرال لايت والبندنت لايت لو عايزين كمان. اخر نوع معانا هو البندنت تراك، وده بيكون بعيد عن السقف، يعني بينزل تحت السقف كأنه لايتنج يونت عادية جدا، بس هي على تراك وبنوزع فيها برضو الإضاءة بالطريقة اللي احنا عايزينها. ده كمان ميزته ان احنا لو عندنا سقف دبل هايت مثلا وعايزين ننزل بمستوى الإضاءة مستوى كبير، فممكن نعمل البندنت تراك زي الصورة دي كده. كمان لو مش عايزين نعلق اللي هي المعلقات اللي بتتعلق على البار بتاع المطبخ، ممكن جدا نعلق البندنت تراك ده وبيبقى شكله حلو قوي وشيك. نختار بقى منهم نوع التراك المناسب لينا، وبعدين ندخل على تاني خطوة نختار الشيب المناسب للأوضة بتاعتنا، سواء الشيب المربع لو احنا عندنا مثلا ليفينج روم وعايزين نوزع الإضاءة مربعة، أو لو هنختار الشيب اللي هو الآي شيب أو ال شيب. تالت خطوة وهي بنختار أشكال السبوتس اللي احنا هنعلقها في المagnetic لايت بتاعتنا، سواء بقى هنحط الليد ده بيبقى جنرال لايت يعني إضاءة عامة للمكان، وفي ده إضاءة موجهة أو أكسنت لايت، وفي كمان بندنت لايت لو عايزين اللي هي البندنت اللي بتنزل على مثلا سي كومود لو احنا معلقين عند تراك لايت أو على بار مطبخ. وفي بقى من كل اللمبات دي مقاسات مختلفة من أول 15 سنتي لحد 120 سنتي، وعلى حسب بقى الأوضة بتاعتك والسبيس بتاعك وعلى حسب توزيع الإضاءة عندكم، وأنا قلت لكم قبل كده بتوزعوا الإضاءة ازاي. رابع حاجة بنعملها ان احنا بنجيب الاكسسوارز اللي محتاجينها على حسب الشيب اللي احنا اخترناه، سواء يو شيب او سكوير او ال شيب او اي شيب، كل حاجة ليها اكسسوارز على حسب المقاسات عندنا. الطف حاجه في المagnetic تراك لايت ده ان هي ممكن تغير شكل السيت اب بتاع الاضاءه بتاعتك في اي وقت، يعني وقت مثلا حبيت ان انت تنزل نجفه من التراك ده هتنزل نجفه، حبيت ان انت تحط سبوت موجه على لوحه مثلا في وقت معين غيرت البيت هتعرف تعمل ده. هو حلو جدا ومريح وسهل جدا في التعامل. من مميزاته اللي انا برضو شايفاها مهمة قوي ان في ناس كتير قوي بتسأل ان هما ما عندهمش جيبسون بورد ومش هينفع يوزعوا سبوتس ولا هيوزعوا اضاءة كويسة وليفل اضاءة كويسة، فهو حلو قوي لان انت بتنزل بالتراك ده، والتراك ده ببساطة هو اللي بيوزع لك الاضاءة وهو اللي بتحط عليه السبوتس، وبيحتاج كل واحد مخرج الكهرباء واحد، فمن مخرج واحد بس تقدر تعمل كذا نوع اضاءة. فالناس اللي ما عندهاش جبسون بورد واوريدي بيتها خلصان وبتسالنا نعمل ايه في الاضاءه وان احنا عايزين نغير في شكل الاضاءه، ما عندكوش حجه.